أنا مش ممثل، أنا عبقري. الممثلين ده قصة تانية ماليش صلة بيها. الفن عورة ومفروض نغطيه. هو في شعرة بين الثقة والغرور. أنا مغرور معروف، هتحرجني همسح بيك الأرض. في عيد ميلاد محيي إسماعيل نظرة على مسيرته الفنية الاستثنائية، ولكن عيد ميلاده السنة دي حصلت مفاجأة صعبة للفنان القدير محيي إسماعيل. اتنقل للمستشفى بعد أزمة صحية. خبر زي ده خلى جمهوره ومحبيه في حالة قلق عليه. الأزمة كان سببها مشاكل في المعدة، وخلال وجوده في المستشفى عملوا ليه فحوصات طبية عشان يحددوا العلاج المناسب ويتابعوا حالته. لكن خلونا كده نرجع شوية ونتكلم عن أهم المحطات الفنية للممثل الفيلسوف محيي إسماعيل، وازاي بقى واحد من الايقونات الاستثنائيه في السينما المصريه. محيي مش بس ممثل عادي، هو بيمثل مدرسه لوحده، ويكفي انه بيقول عن نفسه انا مش ممثل، انا عبقري. كمان بيقول بكل عفويه ان في عيد ميلاده عمل عيد ميلاد بخيار عشان مفيش قواعد للتورته. تلقائيته دي خلت منه شخصيه فريده فعلا، والناس بتحب فيه عفويته وجرأته. الفنان محيي اسماعيل اتولد في محافظه البحيره، واتعلم على ايد والده اللي كان من رواد التعليم هناك، ودرس فلسفه قبل ما يقرر يخش مجال التمثيل. وده خلاه عنده فكر أعمق بيظهر في أدواره، وكل دور بيمثله بيكون مزيج من التحدي النفسي والمعاقبة. أول محطاته اللي خلت اسمه يلمع كان دوره في فيلم الإخوة الأعداء مع النجوم الكبار الراحل نور الشريف وحسين فهمي. في الفيلم ده محيي قدم واحد من أصعب وأعمق أدواره، دور علق في أذهان الناس ومحدش قدر ينساه. ما ننساش كمان دوره اللي بقى جزء من ذاكرة السينما المصرية في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي. كان إثبات على قدراته التمثيلية اللي مش بتعتمد على الكلام بس، لكن كمان على الإحساس العميق اللي بيقدمه. وفي سنة 1986 رجع مرة تانية بأداء معقد في فيلم دموع الشيطان، واللي كان بيحكي عن شاب بيعاني من اضطرابات نفسية كبيرة وعقد من النساء، وبيتحول لشخص بيقتل ويرسل رسائل للمباحث عن جرائمه. وفي حياته الشخصية كان ليه تصريحات كتير خلت الناس تقف عندها. مثلا صرح انه بيعاني من حالة اكتئاب طبي، وانه بيفكر دايما في السفر والعلاج. وكمان اتكلم عن رأيه في المرأة، وقال انها اقوى من الراجل بكتير، وبيعتبر ان الحياة نفسها هي امرأة مش راجل. بجانب حبه للاكل بيقول انا بحترم الاكل، واول حاجه بروح الفندق عشانها في اي مكان هي الاكل. اما بخصوص طموحه فهو من النوع اللي مش بيتنازل عن حلمه. دايما محيي اسماعيل بيقول اتعلمت فلسفه الولا حاجه، يعني عرفت اعيش ببساطه رغم كل الاغراءات اللي واجهتني. وكمان قال كان ممكن ابقى نجم كوميدي، لكن اخترت العمق والمثاليه. الفنان القدير محيي اسماعيل فعلا مدرسه فنيه مش هتتكرر. فنان صعب حد يقلده بابداعه وتلقائيته وعفويته اللي خلت ليه شعبيه خاصه عند الجمهور.